السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي. قبل ما نبدا نصلي على النبي. حلقتنا النهارده هي حلقه مميزه من الدرجه الاولى واول مره تحصل عندنا هنا في القناه. والبرودكت اللي معانا النهارده او المنتج اللي معانا النهارده، الفكره مش في تميز المنتج فقط لا غير، الفكره ان المنتج ده هو بفضل الله الوحيد حاليا وقت تصوير الفيديو والفتره القريبه كمان هو الوحيد في مصر عندنا هنا في القناه عشان اعمل لكم عنه انبوكسنج وريفيو واكلمكم عنه شويه. المنتج اللي معانا النهارده هو فلاش اتش دي 2 ماكس من شركه جيمبي اللي الحمد لله انا السفير بتاعهم في مصر. والمنتج ده او الفلاش ده هو الوحيد في مصر حاليا وعلى مسؤوليتي. لسه مفيش تجار اشترته ولا موردين استوردوه ولا حد اشتراه، لانه لسه من كلام الشركه ذات نفسها انه ما تصدرش لمصر. فالمنتج ده الوحيد من بين 100 مليون مصري معانا في القناه النهارده. فربنا قدرني واقدر اجيب لكم كل ما هو حصري قبل ما ينزل السوق عندنا. وخد لك لفه قبل ما تبتدي الحلقه دي، شوف يمكن تلاقي حد عامل عنده ريفيو في مصر او في الوطن العربي. لو لقيت ابقى قول لي، لان انت كده هتلف ومش هتلاقي غير الريفيو ده او الانبوكسنج ده للمنتج ده وتحدي. صلوا على النبي كده ونفتح المنتج ونشوف محتويات العلبه ايه. بسم الله. طبعا تغليف والعلبه علبه محترمه زي فلاشات الغاليه اللي عندنا اللي احنا عارفينها، مش في علبه صغيره كده زي باقي الفلاشات. اول حاجه بتلاقي في وشك، واول حاجه يعني انا ما شفتهاش معايا فلاش قبل كده. عارف الكارت الابيض اللي في الفلاش العادي اللي معاك ده زيه بس على اكبر شويه. ده اول حاجه في العلبه اول ما تفتحها. بعد كده بنلاقي الكتالوج فيه كل ما هو طريقه تشغيل الفلاش والحاجات دي كلها. بعد كده بنفتح العلبه كمان دي، بسم الله، بنلاقي فيها بطاريه الفلاش. ومفاجاه ان الفلاش ده ببطاريه، مش فلاش بحجاير او حجاره زي الفلاشات العاديه، لا ده فيه بطاريه كمان اهي. في علبه كمان، كل حاجه متقسمه في علبه، مش كل حاجه سايحه، لا كل حاجه في علبتها. في العلبه دي هنلاقي الشاحن بتاع البطاريات. هو شاحن شكله محترم، راكب فيه البطاريه، راكب في البطاريه اليو اس بي اللي هي بالمناسبه تايب سي. راس الشاحن بلجايه اهي. كمان ودي حاجه مش موجوده مع اي فلاش برضو، القاعده دي مع اي فلاش عادي بنشوفها، القاعده بتاعت الفلاش، انما دي مش موجوده. دي ليه بقى يا باشا؟ دي عشان تركب على الفلاش ويركب فيها دي، عشان في مكان ليها هنا، مفيش مكان للفلاش دايركت. بتركب دي على الفلاش وبنركب دي فيها زي الفلاش اللي بنستعمل الفلاش العادي خالص. نركب ده كله على جنب ونطلع الفلاش ذات نفسه. ده الفلاش زي ما انتم شايفين بيجي في كيس متبطنه سيفتي، في ورا مكان لو عايز تعلقه في الحزام، فلاش في جنبك لو انت بتحط فلاش وبتشيله كتير. طبعا دي البطاريه زي ما احنا قلنا. بسم الله ونفتح كده. الفلاش نفسه في جوه كيس. ده الفلاش يا جماعه، طبعا من غير البطاريه بتركب هنا. المفاجاه بقى، المفاجاه ده اول فلاش تاتش في مصر. اول فلاش تاتش في مصر، مش في العالم. في فلاشات تاتش في العالم بس في مصر مفيش اي شركه من اللي احنا نعرفهم لحد دلوقتي نزلت فلاش تاتش. هنا بقى دي اول نقطه قوه في الموضوع، ان انت ما عندكش زراير كتير، هم 3 زراير، كل تحكمك في الفلاش بالتاتش. طبعا الفلاش بيكون جاي عليه سكرين اصلا على الشاشه عشان ما تتجرحش، بس الهواء داخل فيها كده. طبعا نركب البطاريه نشغل الفلاش مع بعض. بسم الله كده ركبنا البطاريه. شكل الفلاش لما البطاريه جبت فيه، اول ما بتفتح الفلاش بتدوس مطول، هنا بيجيب لك علامه عايز تفتح الفلاش ولا انت دوست بالغلط. بتقول له عايز افتحه، بتدوس على علامه الاون اللي جوه. بص سامع؟ مكوك فضائي، مكوك فضائي. لسه هنتكلم عن مواصفات الفلاش ده وهنشوف امكانياته بتقول ايه. الفلاش ده فعلا منافس ولا مش منافس؟ نتكلم شويه عن مواصفات الفلاش. مبدئيا شكل الفلاش مش الشكل المتعارف عليه اللي هو المستطيل، لا الشكل الحديث اللي معروف منه فلاشات كتير مشهوره بنفس الشكل ده، اللي هو الشكل الدائري اللي بالمناسبه بيكون ليه اكسسوارز مخصوصه. ولحسن حظنا الشركه بعتلنا برضو الاكسسوارز اللي بتركب على الفلاش فوق، وهي عباره عن جريد وبعض الكالر جيلز او الالوان وكله مغناطيس او كله ماجنتيك. ودي حاجه برضو معموله في الفلاشات غاليه قوي وفلاشات مشهوره قوي بره. يعني بص ده الجريد اللي بيركب اللي هو عايز تحدد الاضاءه، مجرد ما بتعمل كده خلاص انت ركبت الجريد. وكذلك الالوان دي ممكن تركبها من جوه الجريد او تركبها على الفلاش ذات نفسه لو انت عايز الوان او كلر جيلز او بتستعمل حاجه فيها الكلر فوتوغرافي. يعني خلينا نتكلم بقى عن الفلاش شويه، عن كل نقط قوته وهل زي ما قلنا منافس ولا مش منافس. اولا واهم حاجه في اي فلاش واهم حاجه في اي مصدر طاقه هي قوه مصدر الطاقه ذات نفسه. الفلاش ده بيجي بقوه 80 واط. 80 واط. ركز يا معلم ان في دلوقتي في السوق هيد لايتس بقوه 100 واط.
فلما يكون معاك فلاش بيركب على الكاميرا او بتستعمله مش على الكاميرا يكون ب 80 واط، فدي حاجه حلوه جدا. بيجي بموديلنج لامب بقوه 3 واط. موديلنج لامب دي هي اللمبه اللي بتنور قبل الفلاش ما يضرب، بحيث ان انت لو في مكان ضلمه تعرف تاخد الفوكس بتاعك على الشيء نفسه. هي زي لمبه ثابته كده بقوه مش عاليه قوي، هي بس بتنور لك المشهد اضاءه بسيطه عشان الكاميرا تشوف تاخد فوكس براحتها. طبعا الميزه دي مش في كل الفلاشات، خصوصا الفلاشات القديمه شويه، فالميزه دي مش في كل الفلاشات. في الفوكس اسيست ده عشان برضو لو انت في مكان ضلمه واللمبه بتاعه الموديلنج مش مخليك تاخد كويس، في فوكس اسيست او الليزر اللي بيطلع عشان تاخد فوكس كويس بالكاميرا برضو. نيجي لنقطه مهمه قوي وفيصل في موضوع الفلاش، البطاريه. هل بطاريته فعلا تقضيني يوم او سيشن او تقضيني اوردر او تقضيني الكلام ده كله؟ بطاريه الفلاش ده بتقعد لحد 500 صوره على الفول باور. 500 صوره على الفول باور، يعني لو انت بتصور على نص الباور على ربع الباور، احنا مش دايما بنصور على الفول باور، احنا بنصور دايما ممكن نص، ممكن ربع، ممكن اقل من كده. يعني ممكن تقعد معاك اكتر من 500 صوره بكتير واكتر من اوردر، يعني ممكن تطلع بيها اوردر او 2 او 3 على شحنه واحده. طبعا الفلاش فيه ريسيفر داخلي وبيتعامل مع تريجرات جيمبي وبدون ما تركب ريسيفر تحت الفلاش، ان هو جواه ريسيفر. وفي كمان اوبشن انك ممكن تتحكم بالفلاش ده في هيدلايتس تانية او فلاشات من جيمبي تاني، بحيث ان هو يبقى ماستر او يبقى كانه هو التريجر، وتتحكم في الفلاش التاني او في الهيد التاني بالفلاش ده. يعني لو انت مركب فلاش ده على الكاميرا وبتصور بيه ومحتاج مصدر اضاءه تاني خارجي من جيمبي برضو وجواه ريسيفر، تعرف تتحكم في مصدر الاضاءه الخارجي التاني عن طريق الفلاش ده. طبعا في جروبس وتشانلز وبيشتغل بتردد كويس جدا، بحيث انك تقعد تبعد مسافه كبيره بين الفلاش وبين التريجر لو انت هتستعمله وهو مش على الكاميرا. واكيد في زوم داخلي زي معظم الفلاشات، يعني مش هيكون فلاش حديث زي كده ما فيهوش زوم داخلي. واقوى حاجه زي ما قلنا الفلاش ده انه بيدعم التاتش. فلاش ما فيهوش زراير كتير، هم 3 زراير بالظبط، وبيدعم التاتش. كل حاجه فيه تقدر تستعملها بالتاتش، تغيير قوه الفلاش، تغيير الزوم، تشغيل الاتش اس اس. بالمناسبه الفلاش ده بيدعم الاتش اس اس لحد 1 على 8000 جزء من الثانيه شاتر، يعني لو بتصور تصوير سريع ومحتاج مصدر اضاءه ممكن تستعمل الفلاش ده عادي جدا. بس زي ما احنا قلنا لو بنصور بالنهار بره فاحنا بنحتاج مصدر اضاءه اقوى الا وهو الهيد لايت. انما لو انت بتصور حاجه داخلي ومحتاج شاتر سريع الفلاش ده هيكفيك وزياده. وطبعا في زرار التيست اللي في اي فلاش عادي، اللي هو عشان لو انت ضبطت القوه تشوف التيست شغال ولا مش شغال. وفي زرار الهوم وده بيوديك على 4 سيتنجز مختلفه لو انت ماستر او سليف او لو هتركبه على الكاميرا كسبيد لايت. وفي قسم للسيتنج مخصوص، طبعا مع كل دوسه سامع صوت البيب ده ممكن توقفه بس صوته لذيذ. تحكم بقى في الباك لايت بتاع الفلاش نفسه، الشاشه اضاءتها تقعد قد ايه، تقعد كام ثانيه وتقفل عشان البطاريه ما تستهلكش معاك. عندك حاجات كتير قوي في السيتنج ممكن تظبطها وتظبط مع الفلاش ده. خد مفاجاه كمان بقى، الفلاش ده في منه اصدارين، اصدار لسوني بس، سوني مميزه طبعا، واصدار تاني بيشتغل على كل انواع الكاميرات التانيه. ازاي يا احمد؟ بيشتغل على كانون وعلى نيكون وعلى فوجي. ده مجرد بس انك بتخش في سيتنج بتغير حاجه من جوه انه يقرا ان دي كاميرا نيكون لا دي كاميرا كانون. وده شيء ما شفتوش في اي فلاش تاني لغايه دلوقتي، انا شخصيا ما شفتوش عندنا في مصر خصوصا، ما شفتش حاجه زي كده ان فلاش يشتغل على كذا نوع كاميرا. بس سوني مميزه بس لان الهوت شو بتاع سوني مكان اللي بيركب فيه الفلاش مختلف نسبيا عن باقي الكاميرات. حاجه كمان قويه في الفلاش ده ان هو من الجنب فيه ماونت سكرو او مكان للمسمار بتاع الستاند. لو انت بتشتغل بالفلاش بدون مثلا موديفاير او بدون حاجه عليه وعايز تركبه في ستاند ومعكش القطعه دي مثلا اللي هي بتركب عادي، ممكن في لحظه تقوم مركب دي في ستاند عادي بالجنب كده وتستعمل الفلاش من غير اي موديفاير. ودي حاجه ما شفتهاش برده في اي فلاش لغايه دلوقتي. وفي من الجنب مدخل تايب سي عشان لو جيت تعمل ابديت او تنزله تحديث من الشركه وعايز تعمل له فريم وير ابديت، ففي من هنا اليو اس بي تايب سي بتاعه عشان توصله بالكمبيوتر وتشتغل عليه عادي خالص، تنزل عليه السوفت وير وتحدثه. وطبعا الفلاش بيروح وبيجي معاك قدام 90 درجه، بيلف معاك 360 درجه لو انت عايز تلفه زي معظم الفلاشات دي متشابهه مع كل الفلاشات الثانيه. وبصراحه في الخلاصه الفلاش ده كخامه كماتيريال كتصميم كتصنيع، انا مش عشان انا مصدر الشركه بس، لا ده فعلا الفلاش شكله يعني اولا شكله فخم، شكل الفلاش فخم، امكانياته حلوه، قوته 80 واط دي حاجه مش قليله. يعني اعتقد ان هو من اعلى الفلاشات في القوه، ان مفيش فلاش بيوصل للارقام دي لحد دلوقتي. اللي اعرفه ان اعلى فلاش وصل ل 75 واط. فبصراحه الفلاش ده عجبني جدا، وعجبني خاصيه اللي هو ممكن اتحكم بيه على هيد تاني او على فلاش تاني. عجبني فيه كل حاجه، خصوصا شاشه التاتش عجباني بطريقه رهيبه. فلو الفيديو عجبك على اذنك ما تنسانيش من دعائك، وممكن تشارك الفيديو ده. ولو الفلاش عجبك ممكن ننتظر لغايه ما ينزل السوق ويتحدد سعره وتشتريه من الوكيل الرسمي المعتمد اللي هو جنرال برو، اللي بالمناسبه هو اللي جايب لنا او الوسيط بيننا وبين الشركه عشان يجيب لنا المنتجات بتاعتها. فهو الوكيل الرسمي الحصري المعتمد لشركه جيمبي في مصر. اول ما الفلاش ينزل هم اول ناس هتنزله، هم اللي هيحددوا سعر الفلاش، هم
يعني لو انت عايز فلاش ده مش لاقيه غير عندهم لما ينزل مصر ان شاء الله. ما تنسانيش من دعائك، وسلام.